واش فعلا لامين يامال غادي يدير خطوه غير متوقعه بعد كل هذه الاشاعات اللي خرجت عليه مؤخرا؟ كيفاش لاعب في عمره 17 سنه وموهبه عالميه وسط اكبر عاصفه اعلاميه في اسبانيا؟ واش لامين يامال ضحيه الجدل ولا ضحيه العنصريه؟ الا شفنا المشكل الاخير ديال لامين يامال بين برشلونه والاتحاد الاسباني كيبان في الاول انه خلاف طبي عادي، ولكن الا قربنا مزيان غادي نلقاو واحد الحاجه اللي كتعاود وتتكرر مع اغلب اللاعبين اللي عندهم اصول مهاجره. لامين يامال كل مره كيتصاب، كل مره كيتعرض للضغط. برشلونه كيقول ان المنتخب الاسباني ما كيهتمش بصحه اللاعب، والاتحاد الاسباني كيتهم برشلونه انهم خباو عليهم الاصابه وما نسخوش معاهم في مراحل العلاج. لامين يامال ما بقاش غير لاعب شاب ولا موضوع نقاش يومي في اسبانيا. الصحفيين الاسبان خرجوا بعده تصريحات واضحه في حق لامين يامال. جريده البايس الاسبانيه نشرت تقرير يقول انه خلال عام واحد لامين يامال كان هدفا رئيسيا للهجوم العنصري. كثير من الرسائل تستعمل كلمات مورو. السؤال المطروح، هل لامين يامال ممكن يغير الجنسيه الرياضيه؟ قانون الفيفا واضح، اللاعب اللي لعب اكثر من 3 مباريات رسميه مع المنتخب الاول ما يقدرش يغير الجنسيه الرياضيه. ولامين يامال شارك في كاس اوروبا الاخيره وتصفيات كاس العالم، يعني قانونيا الموضوع مغلوق تماما. ولكن السؤال اللي باقي نطرح هو، هل فعلا لامين يامال قادر ينجح مع المنتخب الاسباني في المستقبل؟ جاوبونا في التعليقات.